عمرك سألت نفسك هو أنا عندي موهبة؟ لو جاوبت لأ مظنش، فأنا عايزاك تعيد التفكير من الأول وجديد، لأنك اتحكم عليك بمقاييس غلط. من وانت صغير فهموك اللي بيغني حلو هو اللي موهوب، اللي بيجيب درجات عالية هو اللي هينجح. بس محدش قالك ان في موهبة انك تسمع، وفي موهبة انك تحس بالناس، وفي موهبة في انك تهدي اللي حواليك من غير كلام، مجرد انك تبقى موجود. في ناس بتتولد بصوت حلو، وناس بتتولد بقلب بيسمع اكتر من ودنه. المشكلة مش انك فاضي، المشكلة مش انك ما عندكش موهبة، المشكلة ان الموهبة اللي جواك متغطية. الموهبة مش دايما بتظهر، في اوقات كتير بتدفن امتى؟ بتدفن لما حد بيضحك عليك، تتعرض للتنمر، ترسم رسمة وحد يقولك ايه القرف ده، لما تغني من قلبك وحد يتريق عليك او يكتم الضحك. ساعات المخ بيقرر يحميك ويكتم الصوت، يكتمك، يقولك ما تعملش كده تاني هيضحكوا عليك. الموهبة بتفضل جواك مستنياك تسمعها، بس ممكن يكون صوتك فعلا مش حلو، بس مش هي دي الموهبة. بس لما ضحكوا عليك، الموهبة الحقيقية اللي ورا صوتك اختفت. الإحساس، المخ ما مميزش بين اللي بيضحكوا عليه ده صوتك ولا إحساسك. طيب نعمل ايه؟ أول حاجة نغير السؤال، بدل ما تسأل أنا موهوب، اسأل ايه الحاجات اللي بعملها بحس اني عايش. هات ورقة واكتب 10 حاجات جربتها قبل كده، 10 حاجات نفسك تجربها بس مأجلها. ده تمرين النهاردة. بعد ما تكتبهم اسأل نفسك في ايه مشترك بينهم، ايه الرابط ده ممكن يكون عمق موهبتك. هديكم مثال. لو حد كتب في ان الحاجات اللي هو جرب يعملها، كتب خواطر، حب ينظم حفلات، ساعد اصحابه في مشاكلهم، جرب يعمل فيديوهات، عايز يقدم بودكاست. لما ركز اكتشف ان الرابط هو التعبير والتأثير على الناس. مش بالضرورة يرسم او يغني، بس بيعرف يلمس قلوب الناس بكلامه، ودي موهبة عظيمة. الموهبة مش زرار، الموهبة مسار عصبي في المخ. يعني ايه؟ يعني لما تبدأ تجرب المخ يفتح الطريق، ولما تكمل الطريق يتوسع. فلو ما جربتش الطريق بيفضل مقفول. الحل مش انك تدور على موهبتك في هدوء، الحل انك تتحرك. جرب، حتى لو شكك بيقولك اكيد هتفشل، افشل عادي، بس افتح طريق. هتقولي بس انا جربت ومفيش اي حاجة فرقت. اسمعني كويس، الموضوع مش عدد المحاولات، الموضوع طاقة كل محاولة. في ناس بتجرب 100 مرة وهي جواها خوف وشك، فبتفضل تلف في نفس الدايرة. وفي اللي بيجرب مرة واحدة بس بتكون فيها لحظة إيمان، لحظة نقية من جواه، ودي بتكفي تفتح له باب جديد. الموضوع مش في الكمية، الموضوع في النية. انت لو جربت مرة بإيمان، حتى لو المرة دي ما نفعتش، هتجرب تاني والتالت لحد ما تعرف. بس لو جربت نفس المرة دي وانت عندك شك، مجرد ما الشك ده يتثبت، انك لو غلطت مرة واحدة بس، او لو غلطت من اول مرة، فده هيقولك انا كنت عارف، انا مش هعرف. فبتتثبت عندك معلومة ان انت مش هتعرف. هو ده الفرق. النية اللي بتقول انا هستكشف، مش علشان انجح بسرعة، لكن علشان اسمع نفسي بصدق، هي دي النية الصافية
النقية اللي آخرها دايما في نجاح. انت موهوب، أيوة، بس مش في الصورة اللي علموك تشوفها. انت موهوب لأنك مختلف، في حاجات انت بتشوفها بطريقة غير الناس، في إحساس، في خيال، في فهم، بس لسه مستني تديله الفرصة. كل إنسان اتخلق ببصمة، بس في اللي سمع صوته من بدري وفي اللي صوته اتكتم بدري. المطلوب منك دلوقتي انك ترجع تسمعه، مش علشان تبهر الناس، بس عشان تعرف انت بجد مين. يلا نبدأ الرحلة. نفس عميق وابدأ افتح الصندوق اللي جواك، اللي فيه حاجات اللي افتكرت انها مش مهمة، بس هي انت. ايه اللي مستنيك في الكورس ده؟ في الكورس ده احنا مش بس هندور على موهبتك، احنا بنرجعك لنفسك. المستوى الأول، التحرر من الوهم. هنفكك فيه كل الأصوات القديمة اللي قالتلك انت مش موهوب، وهنبدأ نسمع لأول مرة صوتك الحقيقي. والمستوى التاني، الاتصال الحقيقي بالذات. هنكتشف فيه ازاي جسمك ومشاعرك وقراراتك ممكن ترشدك لمواهبك، مش بالعقل بس، بالإحساس كمان. المستوى التالت، تجلي الموهبة في الخارج. هنا هتبدأ تستخدم موهبتك وتشاركها وتعيش بيها كل يوم، من غير ما تستنى ان حد يسقفلك، ومن غير ما تخاف من المقارنة. الهدف مش انك تكون موهوب قد ما تكون نفسك، لانك لما تكون على حقيقتك الموهبة بتبان من تلقاء نفسها. دلوقتي خليني اسألك اخر سؤال. لو كنت بتحب نفسك اكتر شوية من ما انت بتحبها دلوقتي، كنت هتسمح لنفسك تجرب ايه؟ وايه الحاجات اللي حاسس انك مش كفاية عشان تعملها؟ اكتب لي كومنت وخلينا نفتح الباب سوا لحب الذات من غير شروط.